جيبي لي حبيبتي هذا المول الأسطوري ورواحي نديرو أنا وياك أروى وصفة للمقروط أو مقروط السنيوة. كما راكم تشوفوا البنات، هذا المقروط نتاع السنيوه راح يجيكم بزاف بنين وبزاف رائح، بما انه رانا على ابواب شهر رمضان، واللي تحب ديروا في رمضان كيما نحب نديرو انايا. يعني هذا طبيعه راهي فيا من العام العام نحب ندير المقروط في رمضان. يعني هذا الوصفه راح تهنيك من هذاك المقروط اللي راح تدي معاه وقت كبير. هنايا البنات غير خلطي وحطي فيه هذا السنيوه وطيبي وعسلي، وراح يكون المقروط تاعك واجد يعني في ظرف نص ساعه. هنا حبيباتي راح نبداو بالصلاة والسلام على رسول الله عليه أفضل الصلاة والسلام. راح ندخلوا في الوصفة وطريقة التحضير. في هذا البول أو في هذا الريسيبيو حطيت 3 كيسان نتاع السميد. السميد يكون متوسط، ما يكونش هذاك الرقيق وما يكونش هذاك الخشين نتاع قلب اللوز، راح يكون السميد تاعكم متوسط. هنايا البنات ضفت مغرفه صغيره هذيك نتاع القهوه نتاع السكر، ووحده ضفتها نتاع الملح. وهنا البنات حطيت الكاس تاعي في الوسط كما راكم تشوفوا، وحطيت وفرغت فيه يعني كميه مليحه نتاع السمن. شوفوا البنات هنا وين خليت السمن، وزدت ضفت له كميه قليله نتاع الزيت. يعني هنا راه الكاس تاعنا كاس غير صباع نتاع ليدام، ونفرغوا في هذاك السميد. وهنا حبيباتي نحاول اني نبس السميد نتاعي نبسو مليح بهذا الطريقه حتى يتشرب هذيك الكميه نتاع نتاع ليدام عفوا نتاع ليدام. من بعد ما يعني تكوروه في يديكم تحسوه باللي راهو بدا يتكور معاكم، ثم تعرفوا باللي راهو تشرب كامل هذيك الكميه نتاع ليدام. هنا حبيباتي درت كاس تاع ماء وضفت له كميه نتاع المزهر. خلطتهم مع بعضهم، يعني ندير كامل يعني الكميه ندير كاس يعني مليان، ونبدا نلم في العجين نتاعي كما راكم تشوفوا. راني غير نلم فيه، يعني ما رانيش نعجن كما راكم تشوفوا. هناك يعني كملت كامل الكاس نتاعي. وهنايا للامانه زدت 2 مغارف نتاع الماء، لانه السميد تاعي من النوع اللي يشرب. ضفت له 2 مغارف نتاع الماء. هنا يا حبيباتي من بعد ما لميت العجينه تاعي درت 2 كرات كما راكم تشوفوا، يعني قسمت العجينه تاعي على 2. هنا راح نحطها يعني نغطيها ونوجد السنيوه تاعي ونوجد الغرس نتاعي. انا الغرس تاعي كان يعني واجد من قبل، يعني كنت موجدته يعني من قبل، كنت درت به مقروط من قبل وفضلت لي هذه الكميه وقلت ندير بها هذا المقروط تاع السنيوه. الغرس تاعنا عفوا الغرس تاعنا درت فيه كميه نتاع الجلجلان اللي حمصته هكذاك سخون وضفته للغرس، ودرت فيه ثاني القرفه. وانتوما واش حبيتوا تزيدوا، هنا زدت له غير كميه قليله نتاع المارغرين باش يجينا طري وما يقعد لناش يابس من بعد كي يطيب المقروط نتاعنا. هنا حبيباتي حليت الكوريه الاولى درتها في السنيوه كما راكم تشوفوا. يعني هنا السنيوه تاعكم ما تدهنوها ما والو، لانه هذاك السميد راهو فيه كميه مليحه من الزيت. هنا حبيباتي جبت الغرس تاعي كما راكم تشوفوا حليته بهذا الطريقه، وانتم لكم الاختيار. يعني انا نفضل انكم ديروه يعني على طرف تاع بلاستيك ولا على ورق الطهي، وتكيلوه قد السنيوه وتحطوه. يعني هذيك تكون طريقه يعني سهله وبسيطه. المهم حبيباتي نتوما واش حبيتوا ديروا. بعد ما مشيت كامل الغرس نتاعي زدت حطيت الكوريه الثانيه وحليتها في السنيوه كما راكم تشوفوا. وهنا حبيباتي بعد ما سقمت السطح نتاع السنيوه تاعي جبت الموس وبديت نقص في الحبيبات نتاعي نتاع المقروط. انتوما اللي تكونوا تتحكموا في الحبه قد ما تحبوا ديروها، تحبوا يعني ديروها صغيره على نتاعي، تحبوا تكبرها شويه ديروها كما نتاعي قد يعني الحبه تاعي جات ما هي كبيره ما هي صغيره. كما راكم تشوفوا البنات من بعد ما طراسيتو وليت قسمته مليح، يعني ندخلوا الموس حتى للكاع نتاع السنيوه.
يعني تقصوه، يعني عفوا تقصوه كامل، ومن بعد هنا تجيبوا النقاش نتاعكم وتبداو تنقشوا فيه بهذه الطريقه. الطريقه راهي سهله مهله، يعني مش راح تديكم الوقت بزاف. يعني بالخصوص للمبتدئات نقول لكم حبيباتي غير ادخلوا الكوزينه تاعكم وبداو تفننوا فيها. هذه الامور يعني تحسوها راهي واعره، هي ما راهيش واعره، غير تحطوا يديكم راح تسلكوها. هكذا انا كنت نهار لو كي كنت مبتدئه نحب كنت نحب ندير وصفات كيما هكذا، بصح نكون شويه متخوفه. على بها ما نحبش ندخل الكوزينه، ما نحبش ندير هاد العفايس. بصح من بعد وليت درت يعني قلب حديد ودخلت للكوزينه وبديت نتفنن. والحاجه اللي كنت نخاف منها ديما نصدم عليها ونديرها ونطبقها وتجي ما شاء الله. يعني لحد الآن، يعني لحد الآن مش راني نشكر في نفسي، بصح لحد الآن يعني كل ما ندخل الكوزينة وندير كاش وصفة تصلح معايا ما شاء الله وتجي النتيجة تاعها روعة. المهم حبيباتي، هنايا بعد ما كملتو دخلتو للفور، طيبتو في الكوش عفوا. طيبته وخليته حتى نحمر وخرجته. وهنا حبيباتي كنت موجدة العسل، عسلته وخليته عشية كاملة حتى تشرب كامل العسل. وهنا حبيباتي راح نقسم معكم حبيبة ونوريها لكم كيفاه جاء المقروط نتاعنا، جاء من اروع ما يكون. يعني هذه الوصفة راهي مضمونة 100%. وتالمون انا راني اول مرة نديرو، يعني مش راح نفوخ عليكم، اول مره نديرو ونجحت معايا الوصفه، جات ما شاء الله جاها روعه روعه. بالنسبه اللي يحبوا المقروط، شوفوا البنات جاء الطري، جاء ما شاء الله، جاء مزبد، جاء روعه روعه، يعني جاء مرمل وجاء ما شاء الله. يعني غير جربوها البنات اكيد راح تنجحوا في هذا الوصفه. هنا يا حبيباتي لأول مرة تدخل لقناتي نقول لك الله يخلي لي اشتراك القناة وفعلي لي هذاك الجرس باش يلحقوك جديد ووصفاتي. ونقول لكم حبيباتي رمضان كريم، إلى الملتقى.